السلام عليكم. مرحبا بكم متابعي ومتابعات قناة نجوميات. إليكم أشهر الفنانين المغاربة الذين صنعوا نجوميتهم في مصر. عزيزة جلال. كانت بداية الفنانين المغاربة في مصر مع المطربة المغربية عزيزة جلال، حيث تعاقدت مع شركة عالم الفن التي يترأسها المنتج محسن جابر، وقامت بعدها بتقديم عدد كبير من الأغاني مع كبار من الملحنين المصريين مثل بليغ حمدي وسيد مكاوي وحلمي بكر، وأدت أغاني لها صدى كبير في مصر مثل أغنية بتخاصمني حبة وتصالحني حبة. عبد الفتاح القريني. بدأ عبد الفتاح القريني مشواره في الغناء بمصر بعد شهرته بسبب فوزه بلقب برنامج ألبوم لاكتشاف المواهب الغنائية عبر قناة MBC، ثم بدأت رحلته في مصر والتي استمرت حتى قرر التعاقد مع شركة بلاتينيوم ريكوردز ونقل حياته إلى دبي. ويذكر أن القريني تعاقد أثناء تواجده في مصر مع المنتج نصيف قزمان، والذي أنتج له عدة أعمال أبرزها أغنيتي يا خسرتك في الليالي وعايش حياته. جنات. كانت بداية جنات في الغناء بمصر من خلال غنائها بدار الأوبرا المصرية، مشاركة فيها باسم المغرب، وبعدها قامت الدكتورة رتيبة الحفني باكتشافها، كما حاول المنتج أحمد دسوقي تبنيها فنيا، إلا أنها لم تستطيع البقاء في مصر بسبب سنها الصغير، لكنها عادت مرة أخرى في شبابها بعام 2004 وبدأت مشوارها الفني بمصر. سميرة سعيد. من الفنانات اللواتي حققن نجاحا كبيرا في مصر نجد الديفا سميرة سعيد، حيث كانت انطلاقتها عام 1976 في مصر وهي في ريعان شبابها، واستمرت بالغناء حتى عايشت جيلين من الموسيقيين العظماء في مصر أمثال محمد الموجي وبليغ حمدي، كما قدمت في بداياتها أغنيتين مع الموسيقار الكبير محمد سلطان، وهما الدنيا كده والحب اللي أنا عيشاه. جيهان خليل. فنانة وممثلة من أصول مغربية، درست المسرح وتخصصت في الفلسفة وجماليات الصورة والسينما. عرفها المصريون والعالم العربي بعد مشاركتها في برنامج أرب كاستينج لاكتشاف المواهب، وفوزها بلقب أفضل موهبة تمثيلية في العالم العربي في ديسمبر 2015. التحقت خليل بمعهد الكونسيرفاتوار بالمغرب شعبة الفنون الدرامية قسم المسرح، كما قدمت العديد من المسرحيات باللغة العربية والفرنسية، وحصلت على شهادة ليسانس في الفلسفة. وأكدت الفنانة المغربية جيهان خليل أن التمثيل كان حلما كبيرا لها، مؤكدة أن النقلة الحقيقية لها بدأت من مصر، وشهرتها كانت في مسلسل طاقة نور من بطولة النجم هاني سلامة. شكرا على المشاهدة. إذا أعجبك الفيديو لا تنسى الضغط على زر لايك والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر في نشر المزيد إن شاء الله.